هل يلزمني عند التثاؤب في الصلاة أو في غيرها، هل يلزمني أن أتعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ التثاؤب لم يرد فيه التعوذ فيما نعلم، ولكن يشرع لمن أصابه التثاؤب أن يكذب ما استطاع، يكذب فمه مهما استطاع، وأن يضع يده على فيه ولا يقول حاء، لا يتكلم بشيء، بل يجاهد نفسه حتى يكذب ويضع يده على فيه، لأنه إذا فغر صار له منظر مستكره. نعم. فينبغي له في هذا كما جاءت في السنة أن يضع يده على فيه، لأن الرسول أمر بهذا عليه الصلاة والسلام، قال إذا تثاءب أحد فليكذب ما استطاع وليضع يده على فيه ولا يقول ها فإن الشيطان يضحك منه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم. فينبغي المؤمن إذا أصابه التثاؤب أن يكذب ما استطاع ويضع يده على فيه. وأما أنه يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا نعلم أنه ورد في هذا شيء، ولكن بعض الناس فعلوا هذا لعلمه بأنه من الشيطان، فلهذا كثير من العامة يفعلوا ذلك لأنهم علموا أن هذا من الشيطان ولهذا فعلوه، وإلا فلا نعلم شيئا في السنة جاء في هذا الباب. ولا شك أن التثاؤب من الشيطان، وأنه يشرع للمؤمن عند الكسل وعندما يحصل له ما يضره من العدو بالله يشرع له التعوذ بالله من الشيطان والإكثار من ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نعلم أنه ورد في هذا شيء معين في هذه المسألة. فإذا تعوذ بالله من الشيطان عند التثاؤب لعلمه بأنه من الشيطان فلا حرج في ذلك، لكن لا نقول إنه سنة لعدم الدليل. جزاكم الله خير وبارك الله